اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست مبادره. معانا النهارده كالعاده مستر عصمت وانا ايمن. يلا بينا نتكلم في موضوعنا النهارده. فالمهم بقى يا جماعه، انا ما كنتش بحب المدرسه خالص بصراحه كده. انا اصلا عايز اعترف اعتراف لبابا وماما، يعني انا ما كنتش بكتب ورا المدرسين. اعتراف مؤخر. ما كنتش بكتب ورا المدرسين. كانوا بيقعدوا يقولوا لنا بقى مستر يعني فاهم، هو بيكتب على السبوره فعايز نكتب وراه. طب ما انا خلاص انا فهمت المساله مش عايز اكتبها. لا لا اكتب ورايا. طب ليه؟ ما موجود في الكتب، اكتب ورايا. فانا كنت اعمل ايه بقى؟ هم كانوا قاسمين الفصل، البنات في اه. النص اه. والولاد هنا والولاد هنا. ايوه. فالمدرس وهو بيصحح عشان يشوف مين كتب ومين ما كتبش مش هيبقى موجود في الناحيتين في نفس الوقت. تمام. فاقوم انا اعمل ايه؟ هو هيصحح هنا، اروح انا لافف وقاعد الناحيه التانية واقول ان انا مش يا شايف. سلام، ده تصريح للمدرس يجي برضو. يجي تصريح. فاكر يا كل مس مدرس. اماني؟ تمام، يجوا هنا بقى. تمام خلاص هيصححوا هنا. اهرب. فايه بقى وانا لافف في الناحيه، ما انا مش شايف بقى، يعني انا لابس نظاره ومش شايف ايه. بينتهي بيا يبقى الامر انت ان انا الكشكول اتصحح واحنا ما كتبناش اه اساسا. ما كتبناش بس سوء على الطلبه تعمل كده يعني. هنشوف يعني لو اه. عرفت تقنعنا يا مستر اه. ماشي. بس انا مش مقتنع. ليه مم. اكتب؟ ليه مم. اكتب ورا المدرسين؟ هو ده تعليم؟ هو ده التعليم يعني؟ مم. حلو خالص. طيب، في حاجة مهمة كده في إطار التعلم، سؤالين مهمين جدا. أي ايوه. حاجة عايز أعملها محتاج أطرح سؤالين. أول سؤال ليه؟ تاني سؤال إزاي؟ امم فأنا الطالب أو أي حد في إطار المسار التعليمي، حتى لو بكلم حد كبير، عايز أعلمه حاجة وعايز أوصل له معلومة وعايز أوصل له فكرة أو أسلوب حياة. فأنا عايز أقول له هو ليه المفروض يعمل الحاجة دي. فهو لو اقتنع بليه، هو من نفسه يقول لي طب أعمل إزاي الحاجة دي، إزاي أعملها إزاي. فانا مثلا انا هكتب لك حاجه على السبوره، فانا هقول لك الهدف من ان احنا نكتب مثلا عايزين وليكن حاجه رياضيه، هنحل ونطبق بايدينا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو في اطار الانجليش انا مثلا هدي عنوان موضوع ويلا نكتب، كل واحد يشوف هيوصل لايه. يبقى ليه هكتب؟ عشان اعرف انا هوصل لايه. يا ترى انا هعرف اكتب ولا مش هعرف اكتب؟ طب وصلنا المفهوم ان انا جيت اكتب باراجراف مثلا ما عرفتش اكتب، يبقى ليه انا هجرب اكتب؟ علشان اقتنع ان انا مش عارف اكتب، وده في حد ذاته حاجه ايجابيه. يبقى انا وصلت لمرحله ان انا مش عارف اكتب. السؤال اللي بعده طب ازاي اكتب؟ يلا بينا نتعلم ازاي نكتب. امم نقطه تانية حتى في اطار الانجليش برضو، كنا بنتناقش ما قبل الفيديو على فكره الكتابه، صح؟ او كتابه يكتب الموضوع ده اه 5 مرات. انا افتكر على ايامنا بقى من زمان كان ممكن يقول لك 20 مره ولا حاجه. زود فلو زود زود تعليم. ويا حبذا لو فكره اه بقى اجازه، يا يقول لك سلام. لا نسيب الطلبه ساكتين. انا معلش انا اسف انا اتفضل. اسف، بس كل يا مستر ما هتقول حاجه فانت بترجعني لذاكره بتقلب في الذكريات. بالعربي عايز اقول مم. كلمه تروماتايزد، مم. التروما. التروماتايزد من التعليم. كانت في مدرسه يعني، ربنا يطول في عمرها. خدنا الاجازه بقى، مم. فقامت قايله لنا ايه تعملوا ايه في انت دي اجازه، انت مش هتلاقي حاجه تعملها، تجيب كشكول جديد. 80 80. مش 60. لا هيجيب كويس. 60 مش هسيبه. تمام. طيب، وتمسك الكشكول ال 80 ده وتمسك تبهولي من جدول واحد ل 12. مم. طبعا دول هياخدوا كام صفحة؟ ماشي. قول 12 6 صفحات واحدة وش ماشي. وده. ماشي. هتبدأ من أول وجديد نعيدهم ليه؟ تاني. نعيدهم تاني تمام لغاية ما الكشكول لغاية يخلص. ما الكشكول يخلص. ليه؟ حلو. عشان أنا فاضي. فهو ده اه. التعليم يعني. أنا مش فاهم برضه يعني. أنا في ذاكرتي حاجات مشوهة جدا عن التعليم يا مستر، وأنت جايبني النهاردة عمال تقول هنتعلم ومش هنتعلم، ده لازم ورجعنا نتعلم. السنة وقرأنا ايوه. وهنتعلم في حاجات كتير قوي. لو أنت ما اتفرجتش على الحلقات السابقة عن مراجعة ارجع لهم السنة، ضروري. تمام. فلا احنا لسه في شهر واحد، فالحق نفسك كده وروح راجع السنة. ايوه لسه في يناير. ولو مع بداية السنة برضو في شوية قراءة وبتاع، فبرضو عملنا حلقة بودكاست عن القراءة، حلقة رائعة. بس أنا كان نفسي أزود فيها أكتر يعني. بس يعني نرجع دلوقتي للحلقة ملحوظة. بتاعتنا. علمنا بقى يا مستر، يعني النهاردة أنا هحاول أكسب وهنروح مش متعلمين ما تقلقوش. اساسا. اه لا طيب. المستر هيقول لي بعد ما نخلص نقعد نكتب كلمات إنجليزي، أنا عارف. يلا يا يا مستر. مسهل. طيب، فكرة التعميم عامة، يعني أنا اه كمدرس قدامي طلبة المفروض مثلا هعتبر إن هم طلبة جداد عليا. أيوه. في خلال فترة أسبوع أسبوعين بالكتير، أنا هتكلم عن مستر عصمت، أنا بكون حافظ أسمائهم وبنسبة كبيرة عرفت كل طالب دنيته ماشية إزاي، الطالب ده مستواه إيه، الدنيا دي ماشية إزاي، وهكذا. هنقول الرسالة للمدرسين دلوقتي بخصوص النقطة اللي هي فكرة اكتبوا.
مم. على قدر المستطاع. ممكن يكون الموضوع صعب شويه بالنسبه لبعض المدرسين، لكن لو انا عايز اوجه، خصوصا لو طالب متوسط او اعلى من المتوسط شويه، في نقطه فكره كتابه دي مش فارقه معاه او مش هتفيده في حاجه فعليا، مم. فانا ممكن اوجهه للحاجه الايجابيه بتاعته. لكن انا طالب شايفه الدنيا كويسه معاه فاقول له اكتب، هو مش مبدا عقاب. وبالفعل كتير من المدرسين اللي بيقولوا اكتب وخلاص، او اكتب القطعه دي 5 6 مرات ولا 20 مره، مش بيفهم الطالب ايه الهدف من الكتابه. هو هدف الكتابة مثلا تحسين الخط، خلاص يبقى وصل للطالب أنا عايزك تكتب من باب إن جودة الخط تبقى أفضل. لا هما بيبقوا يعني مثلا المدرسة بتتعصب علينا في آخر الحصة. فعقاب بقى. اه يا جماعة بس اكتب السبورة 17 مرة. فهو بيبقى واصل إن اه أساسا الهدف من الكتابة هو عقاب، فأنا اه بقفل الطالب إنه يكتب أساسا. يا سلام الله عليك، أساسا نجحوا. عقاب. نجحتوا يا جماعة. فأنا قفلته وهو متقدر. اه أنا أفتكر من زمان بقى كان في طالب، ما انساش الموقف ده، من أيامنا على فكرة، الكلام ده من أيامنا من زمن يعني. مم. فكان يتقال مثلا اكتب الفقرة دي أو القطعة القراءة دي في العربي 5 6 مرات. فكان الطالب يعمل إيه؟ تقريبا هو كان فاهم الدنيا، أو هو اقتنع إن المدرس مش هيقرأ كل كلمة. اه فعمل إيه؟ كان يكتب مثلا، طبعا احنا عارفين السطر في الكتاب لو هتكتبه في الكشكول السطر يعمل 2 3 مم. بخط إيدي. مم. فهو يبدأ في الكشكول يكتب، لو السطر في الكشكول خلص أول نص سطر في الكتاب يدخل على السطر اللي بعده. يا سلام يا وصل سلام، الفكرة يعني. ده عالمي ده، عرفني عليه يا مستر. يعني لو النص القراءة 10 سطور في الكتاب، اه المنطقي بالهاند رايتنج هيبقى 20. اه إن خط هو الطالب كان طبيعي يكتبهم 10 عادي. هم 10 بالظبط. يعني هم لو 10 هيتكتبوا 10، بس هتلاقي إيه؟ أنصاف سطور. مش سطور. ده وكان بيتصحح له عادي كلام يعني. عظيم. تمام. ففكرة الكتابة في حد ذاتها هي مش هدف، مع إن كلامي برضو لا يلغي موضوع الكتابة. الكتابة مهمة على فكرة. مم. الكتابة لما يكون ليها هدف هي مهمة. زي نقطة كتير بنواجهها كمدرسين انجليش، طلبة كتير وبيوصلوا ثانوية عامة هو عايز يوصل ان هو يبقى شاطر في الرايتنج من غير ما يكتب. مم. هو معلش في الامتحان، هو امتحانه بيطلب منه ايه؟ رايت. السؤال نفسه اكتب. فازاي هتكتب في الامتحان من غير ما تكون كتبت قبل كده خالص؟ حاجة زي كده دي مهارة محتاج تكتب على فكرة. مم. وحاجة زي كده لما اقول لك اكتب مرتين 3 واكون مفهمك الهدف من الكتابة انك تتعود على الكتابة، يبقى لا ده لازم تعمل كده. لكن اكون فاهم الهدف ده حاجة كويسة، ما اكونش فاهم الهدف يبقى ده عقاب فعليا. واي حاجة فعليا في الحياة لو ملهاش هدف هتبقى عقاب. ايوه يعني احنا كانوا بيعاقبونا بالتعليم كانوا بيعاقبونا بالتعليم، ممكن ولا هو نقول ده كان كده. تعليم؟ لا هو كان مفهوم خاطئ وما زال موجود عند بعض المدرسين. اه مفهوم خاطئ. وبرضه ما نلغيش ان الطالب او نوعيات الطلبة بقت صعبة برضه. انت يا يعني مستر بتدافع عن المدرسين دلوقتي؟ ادافع عن الاثنين، ادافع عن الطالب الشاطر اللي ممكن يكون مظلوم جوه المنظومة دي، مم. ودافع عن المدرس اللي عايز يوصل معلومة للطالب ومظلوم بسبب ان الطلبة اللي قدامه مش مهيئين للتعليم. ومن ارض الواقع في مدرسين كتير كل امنيتهم في الحياة انه يلاقي طالب عايز يتعلم. يا سلام. صدقني، متخيل لو لقى طالب عايز يتعلم لا هيديله كتير جدا. بس للاسف في اطار جو المدارس وخلافه هتلاقي ممكن 10% من الطلبة هم اللي عايزين يتعلموا و90% مش فارق معاه. فتلاقي في صراع جوه المدرس اللي عايز بالفعل يوصل رسالة، اللي هو انا عايز اوصل لك معلومة، انا عايز افيدك وانت مش مديني فرصة. مم. طالب بقى جاي يتفسح مش فارق معاه، انا جاي كده كده باخد درس. يا ريت حتى يكون بيذاكر في الدرس اساسا. هو مش فاهم برضو الهدف من فكرة ان انا اتعلم واروح مدرسة واحضر درس. ايوه يا مستر، الكلام ده جميل وكل حاجه، بس احنا برضو احنا يعني اتبهدلنا في المدارس. ما احنا برضو ايه، لا ما كانوا زالوا الطلبة. ما زلنا بنتبهدل في المدارس، بس انا عشان خرجت من المدرسه يعني. كانوا يدونا مثلا ايه 200 كلمه كده، يقول لك احفظ معانيهم واحفظهم وتاني يوم تسمعهم، مم. واحفظ النص ده وتاني يوم اسمعه. طب ليه احفظ النص؟ هل هو ده التعليم؟ ما هو انا حاجه من الاثنين، يا اما هو ده التعليم، فلو هو ده التعليم انا مش عايزه. انا اشوف لي اي حاجه تانية اعملها. اي مسار تاني. اي حاجه تانية اعملها تمام. يا اما ده مش التعليم وهم كانوا بيعملوا معانا حاجات غلط يعني. لو جاوبنا على السؤال ده هنتطرق لزوايا كتير جدا. اه طيب
هل الطالب عنده وعي انه رايح المدرسة انه يتعلم اساسا؟ لو وصلنا للنقطة دي انا هديله الموضوع تدريجي، بس كل جرعة ياخدها هيتعلم. تمام؟ دي نقطة. النقطة التانية فكرة المناهج. المناهج لها دور. هل المناهج بتخدم على فكر الطالب نفسه وبتديله فكرة الجزء البراكتيكال؟ يعني أي مادة من وجهة نظري أعرف أطلع منها حاجة أخلاقية أو أطلع منها مفهوم أو حاجة حياتية. حتى لو بدي درس دراسات أو تاريخ أو أنا هطلع منه مغزى. لما أدي درس جغرافيا هوصل مفهوم من فكرة شوف الطبيعة، شوف جمال الطبيعة، شوف حاجات كتير. فلو عرفت أخدم على النقطة دي، وقد تكون برضو دور المناهج نفسها. في بعض الكتب مثلا خارجية بتعمل حاجة زي كده، اللي هو يعمل فوكس على حاجة. بس هل النقطة دي بتوصل إزاي؟ والطالب عنده وعي للنقطة دي ولا لأ؟ فتلاقي الطالب في زحمة كده جواه، اللي هو زي ما أنت بتقول يروح اليوم الدراسي عنده مش عارف كم كلمة في الإنجليش، وعنده نص في العربي يحفظه، وعنده درسين في العلوم يذاكرهم، وعنده معاناة. دراسات. لدرجة قريب الكلام ده من كام يوم، الطلبة في حصص المراجعة، طلبة سنة 6 ابتدائي إعدادي صغيرين شوية يعني مش ثانوي، يا مستر هو حضرتك ينفع تدرس حاجة غير الإنجليش؟ في الأول أنا بالنسبة لي اللي هو السؤال أنا عايز أعرف الهدف منه. هو سأل ليه؟ لا قلت له لا، أنا ممكن يعني أنا بالنسبة لي بحب اللغات لكن لذاتي، يعني ممكن أنا ليا شوية في الفرنش، ليا شوية في كذا، بس إيه من باب حب تعلم اللغات، لكن مش هدرسهم. فده كان ردي. فراح ردهم هو بقى، يعني حضرتك يا مستر مش هتدرس غير الانجليش؟ قلت له تمام. قال لك طب ليه احنا بنذاكر 5 مواد؟ ليه انا وقعناك في الفخ. بالظبط. قلت له طيب لا انا رديت بقى. طبعا هم عايزين اللي يوصلوا اللي هو كاننا احنا بنبذل مجهود اكتر منكم انتوا كمدرسين يعني. فقلت له على فكره يا حبيبي انا كنت طالب زيكم، يعني ما تفتكرش ان انا بقيت مدرس صحيح، بقيت مدرس يعني. فنفس السايكل اللي انتوا بتمروا بيها دي احنا مرينا بيها. نقطة تانية قلت له انت بتذاكر منهج صغير، انا كمدرس بدرس كذا منهج، عايز اوصل له برضو في كذا حاجة. فده مفهوم برضو وصل لهم ان هو التعليم عقاب. ولو طلعنا بره الدايرة دي على فكرة التعليم هيبقى ممتع جدا، اللي هو انا اختبر التعليم. افتكر حاجات عن خبرة شخصية في اطار الدراسة ما بعد الجامعة، اللي هو كان ممكن بسبب وقت الضغط نكون في شغل وانا بدرس حاجة، فبسبب ضيق الوقت المادة ما ذاكرهاش كتير، اللي هو يا دوب ايه خلصتها مرة او قريتها مرة. وقراءتي اللي هو قراءة بقى اللي هو بتتفحص الامر قوي، فممكن قراءة واحدة تكفي للامتحان. وكان بالفعل ممكن اخلص المادة قراية مرة بس وانا بقراها اقول يا سلام ما ينفعش الامتحان يبقى بعد بكرة بدل بكرة. مش من باب ان انا اذاكر اكتر، لا من باب ان انا استمتع بالمادة اكتر. المفهوم ده لو وصل للطلبة الموضوع هيبقى مختلف تماما. وعلى فكرة هيقدروا يعملوا كده لو هو اقتنع بكده. في السياق ده قريب مفيش من اسبوع او حاجة كنا بنراقب في لجنة فطالبة وانا براقب عليهم كده فبتقول لي يا مستر هو انا اللي حليته ده يخليني اجيب النص؟ لو كده ده انا هقول لك نهاية اللجنة يعني وبتبتسم يعني. فقلت لها ايه، بقول لها هو طموحك في الحياة انك تجيب نص الدرجة يعني؟ المادة كانت ساينس. فبقول لها ما ذاكرتيش ليه اليومين اللي فاتوا؟ فكان ردها ايه بقى، بذاكر يا مستر بس ما بفهمش حاجة. يعني في مشكلة، هي البنت راصدة ان في مشكلة، هي فكرة مش فاهمة حاجة. طب في الخلل فين؟ قد يكون المعلومة وصلتنيش كويس، اللي قدم لي المعلومة ما قدمهاش بطريقة أفهمها كويس. لكن أنا مقتنع بنسبة 200% أي طالب لو تذوق المادة مهما كانت صعوبتها وابتدى يفهمها بطريقة تناسبه هيحب المادة جدا ويستمتع بيها. فدي نقطة اللي هي فكرة مسيطر على الطلبة برضو. أنا هذاكر كلمتين سواء ذاكرتهم كويس أو ذاكرتهم نص نص عشان نعدي الامتحان. لكن هو لم يتذوق المادة، ما تذوقهاش، اللي هو المادة دي المعلومة دي جميلة، المعلومة دي مختلفة، ما اختبرش المعلومة. وده فرق ما بين فكرة التعليم والتعلم. يعني انت عايز تقول لنا يا مستر ان احنا تجربتنا ممكن تكون مشوهة شوية
هي بسبب مشوهة بزيادة. مشوهة زود بزيادة صح ماشي. يعني في تشوه طفيف وتشوه آه. مبادئ انا الدراسة. اخويا دلوقتي من 6 ابتدائي، يعني انا بدات ادين المدرسه مم. متهيألي في الاعداديه، ادينها يعني اللي هو مم. لا انا مش حابب المدرسه ومش حابب مم. المدرسين، بس انا عايز اخرج من النظام ده. مم. تمام. ولما دلوقتي اخويا في ابتدائي وبيدين المدرسه من دلوقتي؟ من دلوقتي اه. المدرسين كذا تمام، والمدير كذا وده كذا وده كذا. وفعلا انا يعني انا مش هلوم اخويا، مم. يعني انا مش قادر الومه، يعني مش قادر اصلح له حاجه في وجهه نظره انا شايفها اصلا غلط. يعني فعلا انا شايف ان هو مش في حاجات مش كتير ما ببالغ. بيتعلمهاش. مم. يعني هو مثلا لما انت يعني هو دخل من كام يوم بيذاكر ليله الامتحان للدراسات، بيعمل ايه؟ بيحفظ الشخص الفلاني فتح المدينه الفلانيه، هو استفاد إيه بقى؟ كمعلومة في حد ذاتها هقول ما تاني، هينساها. ما هو هينساها، وده طبيعي، هي ايوه طبيعة ايوه الذاكرة. في ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. ايوه. في حاجات محتاج ان انا عرفت معلومة هتقعد معايا فترة وهتتلاشى، بس هي هتترك اثر في طريقة تفكيري وعقليتي. انا شايف ان حاجه زي كده تحصل لما انا ادرس الماده مم. باسلوب يضع التاثير. يعني لما انا اقص التاريخ تمام. بطريقه واطلع منه عبر، فتبقى الحكايه ما تتنسيش. للأسف النقطة دي هنقول بنسبة كبيرة للأسف مش هتبقى موجودة. بالظبط. لكن اللي بيحصل يلا يا ولاد عندنا مم. كذا، احفظ معايا وغني مم. معايا، مم. اغني معايا، مم. كذا عمل كذا، مم. كذا عمل كذا، مم. كذا عمل كذا. طب ما انت ما طب ما موجود في الكتب. تمام. يعني كان بالاولى احببه في التاريخ مثلا واخليه يعرف يطلع، يعني يلا نقرا الكتاب، يلا نقرا النهارده ما حببه، حكايه. دي مفتاح مهم ما هو جدا. ده ما بيحصلش، ما ما هو ده هي مش دي بيحصل. هي دي الفكره بقى. يعني يعني هي احنا اتفقنا خلاص ان هو في تعليم، في تعليم، بس مم. هو في حاجات اتشوهت في تجاربنا فاحنا مش حابين التعليم. ومن الواضح ان حتى الجيل الجديد اللي بيطلع واللي طلع هو مش حابب التعليم. يعني هو يقول لك لا انا كفايه عليا كده، شوف لي اي حاجه تانية اعملها. وما اعتقدش دايما ان يعني انا كايمن تمام، بعيدا عن الشخصيه اللي انا بحاول اقتمسها في البودكاست، يعني عشان اشابه الناس اللي بتتفرج علينا، او الشخص اللي هو مش حابب فكره التعليم. انا شخص بحب التعليم جدا، بستمتع بيه. مم. بس او لما انا كنت بدرس لا انا ما كنتش طايق اللي بيحصل لي ده. فاعتقد ان في ناس كتير جدا او طلاب كتير جدا حصل لهم اللبس ده، فكر ده هو ده، يعني فكر التعليم هو التعلم. لا، في فرق كبير جدا. فطالع لا انا مش عايزه، لا كفايه عليا كده، انا ما بحبش محدش يجيب لي سيرة حاجة اتعلمها لا اساسا كتاب ولا ايه، ذاكر ولا لا اعمل مش اي عايز حاجة. المس كتاب تاني. مم. مم. يبقى محتاجين نفرق ما بين التعلم والتعليم، مم. ولازم دي توصل لكل اللي شايفنا دلوقتي. التعليم فكرة ان انا هقول لك الدراسة هناخد اجازة كمان اسبوعين وهتبدأ الدراسة في شهر كذا، تمام. ان انا اروح المدرسة واحضر حصص واروح البيت، ده انا داخل في دايرة التعليم. هروح حصة بعد المدرسة، ده تعليم. هحضر فيديو على اليوتيوب او اي منصة، ده تعليم. لو انا ما خرجتش من دايرة التعليم ووصلت لنقطة التعلم، يبقى الموضوع سيكون بلا فائدة. مم. مهما وصلت لمرحلة تعليم، خلصت ثانوية عامة وخلصت جامعة، ما دخلتش في دايرة التعلم، يبقى أنا ما كسبتش أي حاجة. وهوصل لمرحلة أقول أنا ضيعت سنين من عمري بلا فائدة. هو وصلت لشهادة معينة أيا كانت إيه الشهادة دي، بس أنا ما خدتش الهدف الأساسي من رحلة التعليم دي، اللي هي فكرة التعلم. التعلم عملية مستمرة، مستمرة للحياة كلها. لكن التعليم زي ما بنقول الترم الأول خلص، خلاص يبقى التعليم خلص كده. لكن التعلم يقف في أجازة، يقف بعد نهاية الدراسة تماما، بعد ما خلصت جامعة ما يقفش. التعليم زي ما قلنا وقت مؤقت، حاجة مؤقتة. التعلم مستمر. التعليم فكرة حاجة زي قانون اتثبت، مدرسة، محاضرة، حاجة زي كده. لكن التعلم حاجة ذاتية، مم. انت مرتبط بالمدرسة، رايح التعليم بقى، انا رايح بمواعيد بنظام. فيعني في البيت اختيار انا بقى، مم. انا اللي حابب. خدت درس معين، خدت خبرة من المدرس. في البيت عايز اتذوق الخبرة دي، عايز اعيشها، عايز ادور على مصادر عشان تخلي المعلومة دي مش مجرد معلومة عدت وخلاص، ده انا عايز معلومة اعيشها. فتلاقيك مع التكرار
ابتديت تتعايش مع فكرة التعلم، الموضوع بقى يكمل معاك في مسارات تانية في الحياة، تلاقي نفسك يا سلام أنا ما ينفعش أقعد من غير ما أتعلم أي حاجة جديدة بقى. الموضوع مش هيقتصر على فكرة مناهج ودراسة ووقت دراسة وامتحان ونتيجة، لا، الموضوع هيبقى أكبر من كده بكتير. آه انا نسيت. ندي مثال. ندي مثال. كنت بفكر في الموضوع، ربطت فكرة التعليم والتعلم بحاجة زي مثلا لما تقرأ، يمكن هقول برضو عن خبرة شخصية، كلنا بندرس نقول لك الأقصر وأسوان فيها آثار كتير وفيها تلت آثار العالم وخلافه. طيب تعالى نتخيل مع بعض كده يا أيمن، أنت قريت المعلومات دي في كتاب، أوكي؟ بس طيب واحد تاني، أو تعالى ندخل على محطة تانية، قريت بس وقعدت فترة، جيت فترة تانية يلا يا شباب اللي احنا قريناه ده تعالى نشوف فيديوز عنه، تفتكر الخبرة الأولى زي الخبرة التانية؟ لا مستحيل. الموضوع مختلف صح؟ طب تعالى ناخد محطة تالتة، نروح يلا الأقصر. بينا نروح الأقصر وأسوان. مشكلتنا الوحيدة بس إن القطر هياخد 12 صح ساعة. كده؟ ده ما أقولكش. لا ده جميل، ده في حد ذاته حاجة جميلة يعني. أعتقد إن فكرة ما بين التعلم أو التعليم والتعلم عامل زي الموضوع ده بالظبط. حد بيتعلم خد الكتاب في المدرسة وحضر معلومات الدرس، جافة. معلومات فقط، ويا أراها بعد ما يسمعها يا ما أراهاش. يعني وقفنا عند فكرة المعلومة. طب واحد تاني ابتدى يتخطى النقطة دي ويعمل سيرش بقى، ندخل فكرة التعلم الذاتي بقى، هدور على سين وصاد وعين وممكن اشوف الدرس ده لكذا مدرس بيشرحه، اشوف يا ترى مين اللي يوصلهوني بطريقة اجمل. طب ندخل في محطة تالتة، لو درس دراسات في احيانا دروس تخص حاجات قريبة، ايه المانع ان انا ممكن اروح ازور المكان ده لو قريب، مش شرط الاقصر واسوان يعني، في حاجات على المتحف المصري، حاجات تمام. في بعض الاماكن بتعمل بانوراما للحاجات دي كلها، يعني اعرف بعض الاماكن يعمل بانوراما لحرب اكتوبر، بانوراما اللي مش عارف ايه. ففكرة الحاجة المعاشة الموضوع مختلف. نفس الفكرة لو عملناها بمادة تانية، مثلا الساينس او العلوم بالنسبة للمدارس العربي، خدنا تجربة كتير من المدارس دلوقتي طبعا يقول لك ايه، في تجربة عملية، هنعمل كذا، نضيف كذا على كذا هيحصل كذا، يبقوا اكتبوا التجربة دي في البيت. تمام، دي محطة ودي الأكثر انتشارا طبعا. لازم أقول حاجة معلش. أيوة. أنا في آسف. العلوم صح؟ لا أكيد. يعني في العلوم كانوا ساعات يعملوا لنا التجارب يعني. ده شيء كويس يعني. كويس. لما كنت في إعدادي في مدرسة خاصة. تمام. بس في نفس إعدادي المدرسة الخاصة يعني الامتحان بتاع العملي الكمبيوتر مش عملي، نظري. امتحان العملي في ورقة. انقر كليك يمين، اضغط شيفت كنترول مش عارف ايه. صح ولا غلط كده؟ امتحان عملي كمبيوتر. امتحان العملي مش عملي. امتحان الساينس في ورقة برضه. فايه يعني ايه الفكرة برضه يعني ليه حاطين لنا حاجة هم بيقولوا عليها عملي علوم وهي مش عملي. مش عملي خالص، ما هو ما شافش عملي على فكرة. طب ايوه ايه ما دي من الحاجات في انتوا بتضحكوا في مين نعيد احنا تعبانين يا مستر من ما تشافش. قليل. عشان كده العلوم البنت اللي بحكي عنها دي مش حابة العلوم عشان فتش ولا تجربة خالص. ففكرة ان انا التجربة مجرد سمعت عنها وكذا هنضيف كذا على كذا هيحصل تفاعل مش عارف ايه، طب تعالى ندخل المعمل والمستر اللي هيعمل التجربة دي حاجة تانية. لا انا شفت بعناية ايا كان التفاعل ماشي ازاي. طب تيجي مرة تالتة يلا يا اولاد انتوا اللي هتعملوا التجربة، لا في تسلسل مختلف تماما. الحاجة هتثبت في ذهنك بشكل مش طبيعي. انا عايز احكي يعني ان انا بعد ما دخلت الجامعة يعني فعندنا لابات فيزيكس، فكنت احنا بندخل احنا اللي بنعمل التجارب نفسها يعني. في معدات غالية يعني بس يعني معلش بقى rich people get most resources بقى كده يعني. I'm not rich يا جماعة بس أنا اتحطيت معهم كده يعني. فكنا يعني مثلا التجارب بتاعة عجلة الجاذبية وكده يعني احنا كنا مثلا ايه نوقع الكورة. انت فكرتني التجربة دي ليها حكاية معاك بجد. طب لازم نحكيها. لا كمل واحكيها. فتوقع الكورة وتقيس مثلا من اول ما وقعت لغاية ما وصلت هنا عجلة الجاذبية، فعشان تعرف عجلة الجاذبية دي فكل حاجة انت رابطها بتجربة انت عملتها يعني. بس ده ما كانش فيه في المدرسة. دي حاجات يعني نوعا ما كنت بستمتع بيها شوية يعني. المشهد ده ما نساهوش خالص. انا فاكر الجهاز ده على فكرة كان عندنا في المدرسة بأمانة. صدقني جهاز كده وفي بلية تقريبا وفي زي مجرى كده والمفروض في زرار بتحرك الزرار فالجاذبية تنعدم
فالكرة تنزل. اعتقد هو بيبقى مغناطيس حاجة زي كده، ايوه بالظبط. لما تقفل، لما تشغل الكهرباء او لما تطفيها حسب هم مظبطين الدايره بالظبط ازاي فالكرة بتقع. بتنزل، ففي ميل كده وفي زي بوابة. اه فالكرة بتعدي من البوابة دي في اللحظه ديت بيتسجل. بالظبط كده. اه فافتكر في مدرس جه يعمل التجربة دي، بس هو تقريبا ما كانش مذاكر يعني. تمام. يا مستر انت مع احترامنا لكل المدرسين انت يعني، عايزين كلهم الناس اللي حبايبنا بتتفرج يعني. علينا تمام. تتعلم. فهو جه يجرب التجربة، بس هو مشكورا يعني حابب يورينا التجربة. بس جه يجربها ما ظبطتش معاه يعني. فالمهم هو عايز يوصل لنا المفروض ان ندوس على الزرار ده فالجاذبيه تنعدم فتقع. جه يدوس على الزرار، ما اعرفش، قد يكون الخلل في الجهاز بقى، مش مع المستر. داس على الزرار، الكره ما اتحركتش، قال خلاص احنا هنحركها بقى. انكليك. حركناها. المهم حسبنا عجله الجاذبيه واتحسبت صح يعني. بس انا هقول لغايه ثانويه عامه ما كانش في تجربه بنفوتها. من ابتدائي كان معانا مدرسين التجربه ما فيش اي تجربه تتعدى خالص، وده قد يكون فرق معانا برضه. يعني انت لما بتكون مريت بالتفاصيل دي، المواد بتفرق معاك، نظرتك المواد ده بتفرق. حقيقي، ده حقيقي. يعني كل حاجة اعتقد يعني المنهج لو اصغر وتجارب اكتر دي اتمناها، دي خصوصا في الانجليش اتمناها جدا. يخليني يبقى عندي اللي هو كل حاجة انا جربتها وطبق كتير ليها التجربة بتاعتها، فقاعدة معايا بقى فترة اطول يعني. فاعتقد ده اكبر مشكلة مع مثلا مع الانجليش، اللي هو ايه ده، تقعد 12 سنة وفي الاخر ده انا ما زال يعني الموضوع بيؤرقني جدا في الانجليش خصوصا. ازاي على مدار سنوات طويلة مفيش حاجة اسمها امتحان شفوي في الانجليش؟ مش عارف ازاي. هم مشكورين بيعملوا سؤال listening، وللأسف مش بيتقدم بالطريقة الجودة المطلوبة. طبعا الطالب طول السنة ما بيسمعش حاجة اسمها listening. يجي في الامتحان ممكن يتقال له الإجابات على طول. ده اللي بيحصل. من باب او حتى في ستريس على الإجابة. يعني حصل اللي هو ايه، ركز معايا يا حبيبي. للأسف بيحصل. والطالب برضو، الطالب ليه دور. يعني الطالب اللي هو ليه مش حابب، يعني ادي فرصة انك تدوق برضو، انت مش عايز تجرب. ما هو زي ما بقول لك يا مستر، زي لما الواحد تجربته مشوهة عن الفكرة دي عمالة تتسلم. فهو خلاص. يعني هو الفكرة ان التجربة عموما، التعليم او ان هو حد اروح اتعلم حاجة، فكل اللي بيستحضره في دماغه سبورة، ايوه، مدرس ماسك عصاية، كتب ومذاكرة كتير، قلم اكتب انقل. هو بيبقى قلم وقلم قلم وقلم. تمام. فبيبقى بالنسبة لهم كده. يعني ده غصب عنه يعني، الا الناس فعلا اللي تم انقاذها يعني، من ناحية ان هو عنده فيجن تانية مختلفة للموضوع ده. فيعني نقول ان احنا كده وصلنا لنقطة ماشي. في ناس كتير يعني في ناس كده وصلت معانا لكذا نقطة. اما ان انت اصلا حابب تتعلم، فكلامنا ليك في الاخر هتسمعه، يعني اللي هو نصيحة او حاجة بالنسبة الشخص اللي هو كده عايز يتعلم. لو انت ليك تجربة سلبية مع المدرسة، وده اغلبنا، انا كان ليا تجربة سلبية مع المدرسة، نعمل لها شيفت ديليت. انا هنشيفت ديليت دلوقتي، هنحاول نشيفت ديليت ونبدا نركز على ايه الفرق ما بين دوت. وزي ما مستر كان بيحاول يوضح لنا ان في فرق ما بين التعليم والتعلم. اكيد. ليه بقى يا مستر انا محتاج تعلم؟ حلو. يعني ليه انا محتاجه؟ يعني خلاص انا عارف ان انا بطلع من ثانويه عامه جايب درجات، بس انا ميح في الحياه. مظبوط. يعني مش حاسس انا بالنسبه لنا كأيمن. لا يعني انا دلوقتي انا في ثالثه جامعه. لو سالتني ايه هو اللي انت استفدته في مرحله التعليم الدراسي، مرحله التعليم ما قبل الجامعي، يعني اعتقد مش كتير. يعني ماشي معايا لغه عربيه مش انجليزيه، مش معايا لغه انجليزيه. ممكن تقول ان الواحد اذكى شويه لانه بيعمل حسابات وحاجات زي كده، بيستخدم التفكير النقدي شويه. تمام. بس ما اعتقدش ان دي مهارات كافيه ان الواحد يعني، او احنا استثمرنا 12 سنه من حياتنا. ف ليه ايه التعليم؟ يعني التعلم ده هيعمل لي ايه بقى؟ حلو. كنت دايما بطرح سؤال على طلبة اللغات خصوصا. لما يكون طالب مثلا في أولى إعدادي، تالتة إعدادي، أولى ثانوي، فنعتبر مثلا طالب أولى ثانوي في مدرسة لغات، يعني بقاله
هنقول سنتين كيجي، و6 ابتدائي 8، و3 اعدادي 11 سنة. اخبار الانجليزي معاك، نلاقي الدنيا بيضة. والكلام ده عملته في ارض الواقع. طلعت طلبة في سن تاني اعدادي، تالتة اعدادي، اولى ثانوي. اختار انت موضوع بالانجليش وكلمنا عنه. يعني انا مش هحدد لك موضوع، انت اختار موضوع قول لي هنتكلم عن كذا وتفضل اتكلم. مش ما نلاقيناش حد اللي هو انا قلت له انا عايز منك تكلمني 30 ثانية متصلة، 30 ثانية متصلة بالانجليش عن موضوع انت تختاره. ما كملناش جملة والتانية، وجملة بايظ، يعني الجمل مفيش جمل مظبوطة طب ما ده اساسا. الطبيعي يعني. فكان السؤال اللي طرحته بعدها، انت المفروض انت في مدرسة اللغات بقالك 11 سنة بتعمل حاجة، او المفروض انت معروف عنك طالب لغات، يعني الانجليش ثواني، هم دول تبقى. مدارس لغات؟ مدارس مدارس لغات اللغات مش لغات؟ اساسا، مش لغات. لا. مش لغات؟ لا. هي اسمها مدرسة لغات. زي الامتحان يبقى رقم واحد. العملي اسمه امتحان عملي. هو اسمه عملي بس هو مش عملي. ماشي مدرسة أنا بدأت اللغات. بدأت افهمكم يا بتوع التعليم انتوا. يلا. لو مدرسة لغات ما طلعش بلغة يبقى ما تقوليش ان انا في مدرسة لغات اه خالص. اه تمام. ما ينفعش تقول لي انا كذا، تيجي مثلا تقدم لي في شركة وتقول لي انا خريج كلية كذا، وريني شطارتك. ما تقوليش انا خريج كذا، قول لي انا معايا كذا وهعرف اعمل كذا. ففكرة ان انا اعمل حاجة المفروض في الدايرة دي لمدة، مش هقول لك 11 سنة ولا 12 سنة، ان شاء الله سنتين 3، وعامل فوكس على الحاجة دي، المفروض ابقى شاطر جدا فيه. ودي نقطة مهمة في فكرة التعليم والتعلم. هنقول الطلبة بنسبة 90 واكتر من 90% هم ماشيين في سكة التعليم. التعليم اللي بيحصل فيه، باخد باكج مناهج، اذاكره سواء ذاكرته كويس او ما ذاكرتوش، امتحنت، ارمي، ناخد فاصل فجوة كده، نعمل تنظيف للذاكرة ونفضي اي حاجة اللي هو لو كان في حاجة اساسا، وندخل في دايرة تاني، باكج تاني، وهكذا وهكذا. وبدون مبالغة بنوصل لمراحل ان الطالب يخلص جامعة، مش هقول لك يخلص ثانوية عامة، ويقول انا ضيعت عمري في التعليم. انا سمعت من طلبة كتير يقول لك يا ريتني ما كنت اتعلمت اساسا. ان هو بالفعل بعد ما يخلص الجامعة بيدور انا هعمل ايه، في حين يقول يا ريتني، يعني انا فيلاقي بدأت مثلا شخص مثلا، انا اسف لو قطعت، ان هو لا. مثلا حد مثلا كان في تعليم فني او نزل اتعلم صنعة زي بالظبط ما حصل. بيقولوا، اشتغل وقعد 6 سنين شغال، فمثلا عمل شقة وانت خارج. لسه ابيض. مش لسه ابيض. المشكله ماشي، انت لو انت خارج بمعرفه حلو. تقدر تطبقها، جميل جدا. فتشتغل، فماشي انا على المدى البعيد انا اكيد. ودي نقطه بتاكد ان احنا مش بنقلل من قيمه التعليم. بالزبط. بس انا لما اكون بتعلم عشان اتعلم، فانا هوصل لخبره لا تقدر بمال، ان انا اعرف اجيب من خلالها الفلوس وخلافه. لكن لما اطلع ابيض، فالمفروض انا الوقت ده بستثمر فيه عشان اطلع بحاجه دسمه جدا تفرقني ما بين الشخص اللي ما اتعلمش. واقول ده انا السنوات دي استحقت ان هي تاخد من عمري سنوات عشان اوصل لمرحله معينه. لكن هو اللي بيحصل، هو يبتدي يعي ويبقى عنده وعي بعد ما يخلص جامعه، انا يا ترى انا هعمل ايه. وكتير من الطلبه يقول لك انا عايز اخد كورس انجليش عشان اعرف الاقي فرصه كويسه. طب ما على فكره لو انت مشيت بالمفهوم ده طوال فتره الدراسه كنت وصلت النقطه دي. ودي رسالة كتير بوجهها للطلبة عندي من سن أولى إعدادي ومن سن ابتدائي. هقول له استثمر في المنهج بتاعك. المنهج حلو على فكرة، بس أنت لو عرفت تستخدمه صح، أي منهج إنجليش استخدم الموجود، هي دي المعطيات بتاعتك. إيه بقى شاطر فيه بعد كده، قول لي يا مستر أنا الدنيا كويسة جدا في المنهج ده، أنا عايز أعلي المستوى بتاعي. هقول لك هدعمك بكذا حاجة، هقول لك أوجهك لكذا حاجة بحيث توصل. دايما بقول كده، خليك شاطر ووصل لتالتة ثانوي تقول انا شاطر جدا انجليش، ولو شاطر تقول انا معايا لغة تانية. ما في الثانوية العامة معاهم لغة تانية سواء مضافة او مش مضافة دلوقتي مثلا، بس الموضوع مرتبط بالمفهوم. انا لو عندي مفهوم التعلم هقول مثلا الفرنش او الايطالي مش بيتضاف، بس انا بحب اللغات فهتعلم الانجليش رقم واحد عندي، وهتعلم لغة تانية، وعايز اطلع من الثانوية العامة شاطر في اللغات. المشكلة برضو يا مستر ان هو موضوع التعلم دوت مش بيجيب النتيجة بتاعته على طول. ما دي نقطة برضو واقعة عندهم. بالظبط. يعني مثلا خلينا مثلا نتكلم على الانجليش. لو واحد استثمر وقته وقعد يتعلم مثلا الليسننج او السبيكينج،
وانا ازعم كمان ان مثلا ان هو ممكن ما يبقاش عنده الوعي الكافي ازاي يتعلم حاجه زي كده برضه. ما هو برضه ده في نقص دي هنحلها، للريسورسز ليها برضه. حل. ماشي، مم. نبقى نوصل لنقطه بس الحلول لو دي. حلينا المفهوم الاول. بس هو مثلا هيفكر في ايه؟ طب ما انا الدرجات ديت انا عايزها عشان انجح، انا مش فاضي، او دي الدرجات ديت هي دي اللي هتدخلني الكليه، ليه اروح اتعلم حاجه تانية؟ حلو. تمام. ده دايما سؤال مفهوم. هيجي. يعني اكيد. مثلا حتى لو بره التعلم، لما تقول لاي حد مثلا، امسك اي حد في ثالثه ثانوي وتقول له تعمل اي حاجه تانية غير ان انت تذاكر، ذاكر. حرام. بس هو ما يعرفش يذاكر، فيروح يعمل اي حاجه تانية، فيحس بتأنيب الضمير. هي سايكل كده مم. معروفه يعني. ففي برضو، يعني انا حاسس في حاجات كتير قوي بتأثر على الطالب ان هو ما يفكرش في فكرة التعلم الذاتي، او فكرة ان هو ايه، انا اروح اتعلم حاجة لوحدي. وهنا مش بنتكلم بس على فكرة اللغة، يعني اي مهارة اخرى، اي مهارة اخرى هو التعليم ما ادالوش الفرصة ان هو يستكشفها. جميل. فاحنا يعني احنا هنا بنحاول نقول فكرة المسؤولية، ان الطالب المفروض يتحمل مسؤولية ان التعليم مش كويس، صح؟ صح في جدا. الاغلب في الاغلب انت مش صح هتاخد جدا. تجربه تعليميه كويسه الا لو انت موجود في المدارس القليله جدا اللي هي بتدي تجارب تعليميه كويسه، اللي هي بفلوس، مش احنا يعني، وفلوس زياده، بفلوس مش اي كتير. فلوس بفلوس يعني. كتيره يعني، اه. تمام. مم. فلو انت دول، انت اكيد مش هتبقى بتتفرج علينا يعني. فدول الناس اللي هي ماشي، هو بياخد تجربه تعليميه حلوه قوي، فهو بيتعلم وهيطلع عنده على الاقل لغه. لو هو مطنش الدنيا خالص، فهو على الاقل فعلا بيطلع عشان بلغه، المجتمع نفسه عشان فارض الموضوع ده. المجتمع فارض مم. الموضوع ده. مم. وفعلا هما في سيطرة من مم. المدرسة، خلاص انت مش هينفع تعدي غير لما يبقى عندك انجلش. مم. فلكن انت دلوقتي انت بنحاول نقول لك ادرك ان انت ايه، التعليم مش احسن حاجة، فانت لازم تاخد مسؤولية ان انت تتعلم، تتعلم ذاتك، تشوف انت ممكن تعمل ايه. يعني ايه المهارات اللي ممكن تضيفها في حصيلتك كده، يعني ايه لو هتعتبر نفسك كده ايه، آلة بتنتج حاجة، ايه التروس اللي انت عايز تحطها جوه؟ ما نخليش المكنة فاضية، عايزين نملاها تروس. فايه ايه المهارات اللي ممكن تتحط جوه؟ فدي حاجة ما عايزين نحط ان فكرة ان هي ايه، مسؤولية، بحيث تمام. ان الواحد طلع هو بس مش معتمد على التعليم. ما انت بتعرفش حظك جاي في ايه. ممكن تعرف تدخل كلية، حظ ومجهود برضه، ممكن تعرف تدخل كلية كويسة، فساعتها نوعا ما نقول تقدر تاخد تجربة تعليمية مقبولة. ما نعرفش يعني، دي بتختلف من شخص لآخر. تمام. تمام. او ممكن ما تدخلش كلية كويسة، احنا مش او بنعمل الكليه اللي عنصرة، هو بس انت عايزها يعني. يعني الكلية اللي انت عايزها، بس مم. يعني في مثلا ايه، هو للاسف المجتمع برضه بيقول لك كده، لا، مجتمعات الكليات اتفق. اللي مجاميعها قليله، فخلاص دول الناس اللي مش بيذاكروا قوي، فخلاص بطبيعه المجتمع بيتم الوضع ان هو ايه، امتحانات اي كلام، دكاتره ما بيشرحوش، فنفس القصه. فتحس ان هو ايه، المجتمع عمال يصفي الناس عشان يعلم شويه ناس على الكريزه كده خلاص يعني. ما فانت لازم انت المجتمع تطلع لوحدك فرض بقى. فرض النقطه دي. فانت لازم انت تطلع لوحدك بقى مم. في قصة التعليم دي. حلو. بنأكد نفس كلامك يا أيمن، فكرة التعلم الذاتي. طب حد المعطيات بتاعته ضعيفة شوية، مش هيعرف يوصل لمدرسة بنقول هاي ليفل قوي، مم. هل دي حاجة تقلل منه؟ على الإطلاق خالص. على فكرة قد تكون فرصة إيجابية أكتر ليه، إن مم. هو بيقول أنا المعطيات بتاعتي، العملية التعليمية أو الجو التعليمي بتاعي مش أحسن حاجة، فده بيديني طاقة أكتر إن أنا لازم زي ما قلت اللي هو أتحمل مسؤولية التعلم الذاتي. طيب إجابة على السؤال بتاعك يا أيمن، فكرة أنا مثلا في ثانوية عامة أو حاجة ومركز مع المنهج، هل أنا عايز أطلعه بره المنهج؟ لا، أنا عايزك تاخد كل اللي هنقول الفيتامينز اللي في المنهج. مم. هتكلم عن الانجليش برضو، ينفع نتكلم على اي ماده بنفس الطريقه. بس دايما بقول وطبعا دي سيناريوهات حصلت كتير مع طلبه. الطالب كل هدفه مثلا انا عايز، طبعا عارف انت مفاهيم كليه القمه وخلافه، انا عايز اوصل لكليه الطب. هل كل من تمنى ان يدخل كليه الطب وصل لها؟ مش كتير، كتير ما وصلش. طيب انا دايما بقول لهم ايه من اولى ثانوي؟ خليك مع اللغه. نصيحه مني، خليك مع اللغه. ليه؟ وهقول له يعني ايه خليك مع اللغه؟ انت من اولى وتانية وتالتة ثانوي بتستثمر في اللغه، مش معنى كده تروح تاخد لي كورسات بره بعيد عن المنهج، لا، استثمر في المنهج بتاعك. مم. وهقول له هيستثمر ازاي اي حد سمعني. والمفهوم ده برضه محتاج يوصل لولي الامر. لما يستثمر في المنهج ويبقى هدفه، هقول في خلال ال3 سنين دول
انا مش هحط هدف واحد، هحط هدفين. الهدف الاول عايز اوصل لمجموع كويس وعاوز اوصل للكليه اللي انا بتمناها، حلو جدا. حط هدف جنبه، مش الانجليش ده ماده عندك، ايوه. خليك انا عايز اجيب الفول مارك في الانجليش ده اللي هو اللي هيرضيك عشان الدنيا تبقى كويسه. بس جنب ما اجيب الفول مارك انا عايز ابقى شاطر لغويا، يعني المنهج بتاعي اهضمه كويس، اخد كل تفاصيله، احاول استخدمه ايا كان المنهج في ايه. درس موضوع عن الهيريتيج التراث، موضوع عن حاجه تاريخيه، عن احاول استخدمه، قريته كويس فهمته كويس احاول استخدمه. يبقى انا كده بشغل اللغه عندي. حطيت هدفين قدامي، ممكن الهدف الاول انا حطيت كليه قدامي ما توفقتش يبقى انا خسرت، لا الهدف التاني موجود كسبت اللغه معايا. هدخل اي كليه معايا لغه، هبتدي بقى الجامعه تديني فرصه اكبر ان انا اطور من نفسي بقى في الانجليش، يبقى انا حطيت رجلي على بدايه الطريق كويس جدا. ما توفقتش في مكان معين كنت بتمناه، بس انت فتحت لنفسك باب تاني. ودي نقطه بتقع من كثيرين، بعد ما بيخلص جامعه يبدا في الخطوه. الانجليش. في حين ان انا شايف فتره الجامعه مهما كانت الكليه فتره دسمه جدا للاستثمار خصوصا في اللغه. وده لا يلغي ان لو حد شاطر ممكن يستثمر في حاجه واثنين وثلاثه تاني، بس بقول استثمر في المعطيات اللي عندك، مش هقول لك دور على حاجه تانية. ومن ارض الواقع فكره تعلم اللغه خصوصا بتفتح بيبان كتير جدا جدا. فنقطه زي كده ليه ما استخدمهاش؟ والنقطه دي لما يكون عندي وعي ليها يبقى انا خرجت من دايره التعليم، اللي هو التعليم انا مش شايفه ايجابي، انا خدت بس شويه مفاهيم صغيره، خدت المنهج من الوزاره، خدت المنهج من المدرسه. ادخل بقى الموضوع عندي دايرتي انا بقى، دايره التعلم انا بقى اللي هشتغل على نفسي. ودي نقطه محتاجه مجهود. النقطه التانية اللي اتطرحت فكره ما عنديش طولة بال. لا طرحنا النقطة دي في فكرة القراءة، اللي هو أنا عايز أبقى مثقف انت بكرة لسه الصبح. ما اتفرجتش على حلقة شكله كده تقريبا القراءة شكلك. لا قفشناك ترجع تذاكر الحلقات السابقة فايتك وتجي كتير لنا. فايتك كتير. هو كتير فعلا. انا الحلقة ساعة ونص يعني، حاجة كده تاكلها وكوباية قهوة دسمة استنى. عايز مقدم بعد ففكرة ان انا عايز اكون زي ما اتكلمنا في القراءة، عايز اكون مثقف. انا بدأت القراءة النهاردة، عايز بعد شهر اكون مثقف. نفس الفكرة، عايز انا سمعت الكلام النهاردة واقتنعت بالكلام وهبتدي اتعامل مع المنهج ان انا اتعلمه واستخدمه. عملت الكلام ده وبقالي شهر بعمل الكلام ده يا مستر، ما لقيتش نتيجة. ما هو مش هيحصل برضو، انت هتحس بالنتيجة وانت ماشي. استمر وما تفكرش في النتيجة، استمر على العمل البسيط يوميا وانت هتلاقي النتيجة جاية من غير ما تحس، وهتستمتع بيها. وزي ما قلنا الجمال في الرحلة نفسها. كل ما بتقرأ نص بالانجليش وتحاول تستخدمه انت بتستمتع، بكرة نص جديد وهكذا، بعده بتسمع حاجة بالانجليش فمستمتع بالموضوع. فدي خبرة في حد ذاتها، ودي من الخبرات الرائعة في فكرة التعلم. زي ما قلت لما ما بقاش مضغوط ورايا براحتي، انا مستمتع بالموضوع. فاهمني؟ يعني انت مستر عايز تقول لنا كده اللي هو ايه، جرب ان انت تشوف حاجة عايز تتعلمها بعيد عن دايرة المذاكرة والامتحانات وما تضغطش نفسك. مش لازم اخلصها دلوقتي، بس انا اللي هاخد الموضوع بنفسي. انا اللي هبادر. بالظبط، مبادرة. ودي دعوة يعني، ويعني رسالة قوية، وممكن يستثمروا في اي اجازة بقى. مفيش بقى مذاكرة ولا حد هيقول لي تقييمات ولا غيره، اجيب اي حاجة واقول حاجة صغيرة اتعلمها. اتخيل الكتاب ده هو اللي اختاره، مفيش مشكلة. اتخيل الكتاب ده انا عايز اتعلمه ليا ومحدش هيمتحني فيه. يقول الجملة دي كده مرتين ثلاثة في ذهنه، المادة دي او الكتاب ده انا هتعلمه ليا ومحدش هيسألني فيه ولا حد هيمتحني فيه. ويجرب يشوف هيقرا ازاي ويتعلم منه ازاي ويطبق منه ازاي. هتلاقي الموضوع مختلف تماما. لكن فكرة ان احنا ما اختبرناش الحتة دي، وانا متوقع بنسبة كبيرة جدا اللي هيختبر التجربة دي بعيد عن دايرة التعليم والامتحانات وخلافه هيلاقي نفسه طب ليه المانع ان انا ما اجربش التجربة دي في المواد الدراسية؟ هتلاقي نفسه مستمتع بالعملية التعليمية. فهو اكتسب مهارات التعلم وحبه فعرف يتعلم في التعليم البايظ. كلام. ففكرة تعلم كيف تتعلم دي حاجة مهمة جدا. طب يعني خلينا نقترح. احنا دلوقتي خلاص متفقنا، هو نتمنى ان انت وصلت النقطة اللي هو تمام انت عايز تتعلم. عايز اتعلم لان انت هتحتاج ده، يعني انت هتحتاج ده خلاص كده.
يعني ممكن نقول مثلا شوية أسباب تدعو إن هو كطالب هو ممكن صغير دلوقتي فمش مدرك قيمة التعلم اللي أنا محتاجه. فهو دايما بيقول لك إيه، أنت تجهل ما تجهل، يعني أنت مش واعي باللي أنت محتاجه. اكيد. فدي مشكلة كبيرة قوي، يعني ده أخطر من إن أنت تبقى إيه، اللي هو أنت عارف إن أنا محتاج الحاجة شخص ديت لا يدري ولا يدري انه إنه لا لا يدري. يدري. ده مشكلة كبيرة. فخلينا نتكلم عن ايه الحاجات اللي هو ممكن يكون لي محتاجها ومش بياخدها في المدرسة. احنا قلنا اللغة، ده كده كده يعني. حلو. ايه التانية؟ انا ازعم ان في بعض المهارات الحياتية، في مهارة هو يشتغل بيها حاجات كده، فايه الحاجات دي مثلا؟ خلينا في الاطار الحياتي. يمكن المناهج الجديده خصوصا في اطار اللغات العربي والانجليش اه بيطرح مفاهيم اخلاقيه. تمام. ممكن يدي ستوري صغيره كده ويقول لك المورال في الاخر. ما بيقروهاش يا مستر. انا بقولها. حاجه حياتيه كده، بغض النظر الستوري ممكن تكون خياليه، حاجه كده اه رمزيه، بس فيها مورال. مم. يعني في الستوري بتاعت الديجر اللي هو الحفار، القصة مم. بتاعت قناة السويس، فاكر؟ ده السفينة الكبيرة في الستك الزمد، اه السفينة اللي علقت في قناة السويس. ده من كام سنة صح؟ من كام سنة. ايوه ايوه جايبينها ستوري في منهج سنة 6 ابتدائي. تمام. والمفروض عاملينها بإطار قصصي. الديجر بيتكلم، فبيقول أنا حد صغير خالص ومش عارف، والسفينة بصيت له كده، أنت مش باين أساسا. مم. فلما جت السفينة استك بقى مش عارفة تتحرك وجو كده، ميني ماشينز، آلات كتير جدا، فجد ديجار قال لك I can help. مم. فكان المورال من الموضوع اللي هو فكرة مهما كانت إمكانياتك هتقدر تساعد. مم. فكرة حاجة زي كده، ويمكن طرحت الموضوع ده قبل كده في حلقة قبل كده. فكرة إن أنا حتى لو المدرس ما عملش كده، الطالب لما يبتدي يقرب من المناهج ويشوف مغزى اخلاقي، ودي برضه رساله لولي الامر لما يلاقي حاجه زي كده، مش فكره احفظ الكلمتين دول، احفظ كلمه مورال، احفظ كلمه كذا. طب ما دي حاجه اخلاقيه، طب ايه المانع ان احنا نبتدي نطبقها في حياتنا؟ شوف نطبقها ازاي وادور. ما برضه ده دور ولي الامر ان انا اجتهد شويه في النقطه دي. وحتى فكره التعلم زي ما طرحت ايمن، فكره ممكن الطفل الصغير مش واعي للحته دي، ده دور بابا وماما ان هو يعي النقطه دي ويوجه ابنه لفكره التعلم مش التعليم. انا عايزك تتعلم، انا عايزك تفهم، انا عايزك تستوعب. ما وعايزك اربطش يبقى عندك مهارات. ومش فكره ايه بقى نقصت درجه يا نهار ازاي تنقص والموضوع ده. انا بالنسبه لي يعني بيبقى عليا تحفظات كتير في النقطه دي. ايه المشكله؟ ايه المشكله من ناقص درجه ولا درجتين؟ ايه المشكله؟ مش هيحصل حاجه خالص. عادي يعني. احيانا بقى يعني فكره احيانا يكون طالب حلو جدا، الطالب اخلاقيا كويس هل لما ينقص درجه ده تقلل منه؟ ما هو يعني خالص. احنا ناقشنا الموضوع دوت في حلقة بنأكد النقطه دي التقييمات. مهمه برضو، فكره التعليم والتعلم. انا اه عايزه طلع بايه، طلع م- بايه. يعني حتى مثلا في الفتره اللي احنا فيها دي ترم خلص، م- لو جيت سألت اي طالب طلعت بايه من الترم، هل هيقدر يقول لي 1 2 3 4 5 6؟ انا بتكلم على مناهج بقى. عارف ما فكرة؟ اعتقدش ان في حاجة بترتبط في دماغه باكثر من الامتحان والسؤال بيجي ازاي. وخلص. يعني هو حتى في الحصة مثلا، طب هيسألني فيها ازاي في مم. الامتحان؟ مش عارف ايه. تجيلي لكن ازاي؟ يعني هو مازال زي ما بقول لك، هو ما يعطى في المدارس يعطى كأنه فاهمني اللي هو لأجل الامتحان. مم. اللي زي ما انت بتقول هو لازم يخرج ويروح يشوف هو حاجة اتعلمها. فلما يتعلم الحاجة ويقدر يربطها بالواقع، إذا كان مثلا اتعلم إنجليش فهو بيتعلم إنجليش هيفكر أنا هتعلم ليه إنجليش؟ ما فيش امتحان، فلازم يكون في سبب آخر. مم. أنا عايز أتكلم. فيجي مثلا إيه، يسمع فيديو فيلاقي نفسه أنا ما بتكلمش، أو لسه يعني سماع الفيديو ما عملش حاجة. طب مم. محتاج فحد يرشده يقول له انت المفروض تبراكتس، المفروض انت تتكلم مع نفسك مثلا او تتكلم حد. فيبدا بقى يمشي في المسار التعليمي الصحيح عشان يوصل للهدف. لكن هو في الطبيعي هنا ما بيمشيش في المسار، هو بيمشي في في اي مسار يحل الامتحان، مش شرط يكون المسار الصحيح. ايوه هو بس مش مهم اتعلم حاجة برضه، المهم يعني ان لو نعدي يعني لو الامتحان. التعليم هنا مثلا فهو بيعمل كده هوبا الامتحان اهو وصلنا حلينا الامتحان المهم نخلص. المهم نخلص.
فهو لازم ياخد التجربه دي بره يعني. معاك. ومن الحاجات اللي بتطرح برضو لما بنأكد على نقطة الإنجليش خصوصا، يا مستر يعني إحنا هنسافر بره، ما إحنا عادي يعني أنا هنستخدم الإنجليزي مع مين؟ يا سلام يا حبيبي. فأنا بقول له يعني يمكن تجي لك فرصة سفر، إيه المشكلة؟ أنت بتبصص تحت خليك رجليك. مستعد يعني. فكرة إن أنا جاهز أساسا. يعني احب احكي هنا قصه صغيره مم. رمزيه بتتحكي كتير في قصه الفرص ديت، اللي هو يقول لك تخيل لو انت قناص في حرب، يعني حاجات انترستنج بقى، ركز معايا. تمام، لو انت قناص في حرب، هل هتبقى قاعد كده وماسك القناصه وقاعد كده وما تتامل في السماء، ولا تبقى قاعد فعلا مركز واخد استنى كده، فاهم؟ اللي هو مركز مستني لازم تبقى مستعد. لان انت مثلا لو انت شفت العدو، تمام، لسه انا ضد ابتدائي. قتل البشر يعني، فاهمني؟ بس يعني ده انا مثال رمزي يعني، ماشي. تمام، فانت ايه هيصطاد، هنعتبر ان هو هيصطاد حاجه. عقبال ما انت هتفرش البتاع بتاعك ده، العده بتاعتك. هتلاقي نفسك ايه ده، الفرصه راحت. أساساً. فرصه راحت. يعني عايز احكي هنا تجربه بقى. انا كنت بحب الانجليش، تمام، وكنت مدرك اهميته. يعني انا كنت مدرك فكره ان انا محتاج ان انا اتعلم انجليش، لان هو بيفتح مهارات كتير قوي. يعني مثلا كنت عايز ادرس برمجه، فتعلمت شويه بالعربي، برضو المحتوى العربي قليل، فقمنا دخلنا الانجليش مش فاهم قوي. طب ايه كده، انا محتاج ايه؟ أنا محتاج اتعلم انجليش. تمام، اكتشفت ساعتها ان ال10 سنين اللي اتعلمنا فيهم انجليش ما كانش استفدناش، مش انجليزي ده يا مرسي، لا. فكنا محتاج الانجليش اللي بسمع بيه والانجليش اللي بتكلم بيه. فروحت حاولت اللي هو ادعبس كده مع نفسي، واحاول اشوف كورسات كده وبتاع على اليوتيوب، وعانيت شويه بس وصلت لحاجه يعني. المهم الواحد ايه، قاعد يتعلم شويه، واللي هو ايه، ما كانش مستواي احسن حاجه. بس مثلا بعد ما جبت الحمد لله ربنا كرمني، جبت مجموع كبير في الثانويه العامه، فطلبوني في المنحه. كانوا طلبوا ان انا، عشان انا كنتش عامل في حسابي خالص ان انا هاخد جامعه هاخد منحه في الجامعه الامريكيه. تمام، فطبعا عشان تدرس في الجامعه انترناشونال لازم تبقى واخد ايلتس. فطبعا ايلتس يعني لو رحت لحد وقلت له ان انت تحضر ايلتس في شهر، ده حاجه مضحكه جدا. انت اصلا بتحجزه قبلها بشهرين 3 يعني. تمام، فلا ده اللي فوق عادي. السسبنس بتاع الحلقه يجوز. تمام، المهم يعني، فانا قعدت يعني اللي هو انا دخلت الفتره ايه لا بوظنا الدنيا. انت بوظتي الدنيا كده، ينفع كده؟ لا يجوز. طيب وقفنا فين؟ لما طلبوني في كنا المنحه. نستعد للايلتس. ماشي، كات كرولوس الحته ما تحطهاش في المونتاج يعني، ما تحطهاش تطلع، فاهم؟ شيلها بجد، ما بهزرش. حاسس هو هيحطها برضه، صح؟ هيبوظ البودكاست. شيل يا اسطى. طيب ابدا، يلا. فبعد ما طلبوني في المنحه، انا كنت بقى ايه يعني، انا كنت نوعا ما شبه مستعد، او شبه بنسبه كبيره انا مغطي الانجليش بشكل كويس. فلما دخلت الامتحان في خلال شهر واحد، يعني حضرت شهر واحد ودخلت الامتحان، فجبت سكور 6 بان 6. تمام، وهو ده كان يعتبر ايه، فوق المينيمم بشويه، اللي هو ايه، اللي هو يدخلني المنحه. فانا بفكر بقى يعني، تخيل لو انا الواحد مستكفي باللي هو بياخده في الدراسه بس، وجات لك الفرصه دي، وجات لي الفرصه دي يعني. فلو هو واحد مثلا مستكفي بس اللي بياخده في الدراسه، كان ممكن يجيب نفس المجموع ويمكن اكبر يعني، كان ممكن اجيب مجموع اكبر، هقول هذاكر اكتر. بس انا كنت بقتطع وقت واقول لا، انا هذاكر شويه حاجات تانية، اروح اتعلم شويه حاجات تانية يعني. لما اجيب مجموع كبير من مجموع كبير شويه، تمام، مش فارقه كتير. بس لو انا حشرت شويه مهارات في النص، هتفيدني انا على المدى البعيد. ف طلعت انا بقى بالانجليش بقى، ودخلت الجامعه. فالفكره يعني انت مش، انا ما كنتش عارف ان ده جاي. صدقني انا اتصدمت يعني. انا اخدت ترم اصلا في عين شمس، وايه ده، ايه ده، المنحه جات لي. انا كنت مقدم عليها حتى كده يعني، اللي قلت اللي هو انا اخد الايلتس كده اللي هو تجربه جديده، وايه الواحد بيفتح بقى في الحاجات بتاعت الجامعه دي وكده يعني. فاكتشفت الجامعه جات لي، وفعلا الموضوع يستحق جدا جدا جدا. من بعد اللي هو ادي خلصت سنتين في الجامعه، واخد يعني باخد تجربه تعليميه افضل مختلفة يعني، طبعا. مختلفه تماما يعني. ف
فالفكره بقى يعني انا بقول بقى يا تخيل اللي هو قرار بسيط اللي هو انا عايز الدرجات بس، او اللي هو ما هو كده كده محدش كان يعرف ان انا بتعلم استماع او سبيكنج، ومحدش كان مهتم، وما كنتش بتقيم على حاجه زي كده، بس دي حاجه بالعكس. فادتني. ومثلا عايز ادي مثال اخر، بس حضرتك حابب تعلق لا على لا تمام. مثال اخر برضو، قصه لو انت متابع جيد لينا، فاحنا لينا مشاريع كتير شغالين عليها. منها مثلا عندنا دلوقتي قناة تانية اسمها يونيمي. فالقناة ديت احنا بنحاول ان احنا نشرح فيها كورسات الجامعة، هي لسه بادئة دلوقتي. فطبعا ايه المهارات اللي انا احتجتها عشان ابدأ الموضوع دوت؟ كنت محتاج ان انا ابقى عندي خلفية عن السوشيال ميديا، عندي خلفيه عن عندنا خلفيه عن الفيديو اديتنج، عندنا خلفيه عن التصوير. البودكاست ده ذات نفسه اصلا المهارات بتاعه التصوير، اختيار المعدات، عمل الديكور. انا عارف الديكور نص نص بس يعني مش الدنيا تمام، الاضاءات مش عارف ايه، الكاميرا، التصوير. فكل ديت هي الحاجات ديت كلها هي بتبقى فرص وبتيجي وتختفي في لحظه. يعني لو انا مثلا انا ما كنتش اعرف ان انا هقابل مستر عصمت وهنعمل بودكاست، بس احنا اتقابلنا السنه دي وقلنا ان احنا نعمل بودكاست وتناقشنا. بس، او اتناقشنا والموضوع مشي بسرعه رهيبه، والنتيجه جت في لحظه اللي هو احنا بدانا البودكاست. بس انا لو قعدت السنين اللي فاتت دي كلها تمام انا ما ما بعملش كنتش حاجة. بعمل حاجه وبزرع حاجه جوايا، فانا كنتش هوصل للحظه دي ان انا بعمل حاجه تاني برضو. لو انت مثلا تعرف قناه مستر ناجي بتاعت جاست ميس، احنا برضو دي حاجة انا بدأناها من الصفر تماما. كل النولج اللي انا استخدمتها في المشروع دوت، ودي حاجة جابت نتيجة دلوقتي. يعني احنا الحمد لله وصلنا ل 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب، واكتر من 400 فيديو. وعندنا دلوقتي منصة خاصة بينا بننزل عليها الحصص. ويعني انا ازعم ان احنا بنقدم واحدة من افضل التجارب التعليمية الرياضية في مصر يعني. لان احنا تعبنا قوي في المحتوى اللي بينزل ده. فدي حاجة برضو. يعني أنا مثلا خلصت السنة، يلا يا مستر، أنا رحت كلمت المستر وبقول له يلا يا مستر ما تيجي نصور محتوى. طب ما أيوة، النولج دي جت منين؟ أنا كنت اكتشف يعني، أنا ما جاتش الفكرة في دماغي ديت، ما كنتش بخطط لها وأنا بتعلم يعني. طب ما هي جت وانت بتتعلم. هي جت بعد ما اتعلمت بشوية. فايه اللي هو ايه، كان الواحد بيقلب بقى اللي هو انت ما تيجي نتعلم شويه عن الكاميرات، ما تيجي نتعلم شويه عن الاضاءات، ما تيجي نتعلم شويه عن الفيديو اديتنج، واعمل اي حاجه. يعني انا كنت بعمل كنت بصور نفسي وانا بلعب بابجي زمان وانا صغير، وبمنتج وبنزل الفيديوهات دي على اليوتيوب. طبعا القناه دي مخفيه ومحدش عارف يوصل لها دلوقتي. خلاص، مش للناس. تحفظات عشان في ناس بتسأل دلوقتي. خلاص لا يا جماعه. ف يعني عايز اقول اللي هو حتى لو انت مش عارف وقت ما انت بتتعلم الحاجة دي الحاجة تستخدمها دي فين؟ هتوصلك فين. اتعلم برضه. اتعلم. مش هتندم. ازرع ازرع و... واستنى الحصاد. الحصاد هيجي ازاي مش مهم، بس تأكد ان التعلم هو زراعة. والزراعة انت ما تعرفش بقى هل زرعتك ديت هتجيب نتيجة دلوقتي؟ هل انا حصدت كل اللي انا عملته؟ ما اعرفش. هل في حاجات تانية تتحصد؟ صدقني ما اعرفش. هل في حاجات اكتر ممكن تتعمل؟ برضو ما اعرفش. هي كل الحاجات ديت جت فرص لان الواحد كان بيتعلم. لو انا ما بتعلمش الصراحة ما اعتقدش ان انا كان هبقى مكان اي طالب بيتعلم في الجامعة، وشكرا على كده. تمام جدا. هنأكد على كلامك يا أيمن. مش عارفين وقت الحصاد إمتى، بس ده هيخليني مستمر على التعلم بغض طبعا النظر الحصاد طبعا. إمتى. يبقى أنا مش هبطل أزرع، ومش مهم النتيجة هتظهر إمتى أو الثمر هيظهر إمتى. حتى دي بنقولها كتير، فكرة التعلم أو فكرة التربية، يعني ممكن نربط الاتنين ببعض برضه. أنا هتعلم أي فرصة تيجي قدامي، هتعلم حاجة طالما مش هتضرني، إيه المانع؟ هتعلمها. هستخدمها إمتى مش مهم، تمام، بس هتعلمها. نفس الفكرة في إطار التربوي. الآباء والأمهات وأي حد في المسار التربية يبتدي يزرع أخلاقيات ويزرع مبادئ ويزرع. طب ما فيش نتيجة، أقول له بطل خلاص، ابنك ما مش جايب نتيجة، خلاص بلاش منه، بلاش من تربيته. لا، هنبتدي مكملين على طول في الإطار ده، وهنلاقي ثمار في وقت معين. الوقت إمتى دي مش بتاعتنا إحنا. فأعتقد إن برضو الموضوع دوت قريب جدا من فكرة لما احنا كنا بنتكلم على القراءة، اللي هو اقرأ والأفكار هي طبعا. هتأثر فيك، م- أنت ما م. تعرفش إمتى هتستخدمها.
انا عايز احكي حاجه طريفه. يعني امبارح كنت طالع على السرير واخد الايباد وبقول لاخويا مينا انا رايح اربي عيالي. فبيقول لي هتعمل ايه بقى؟ قلت له رايح اقرا. فقال لي يعني انت كده ازاي هتربي عيالك؟ قلت له ما اعرفش بقى، يمكن اللي انا اقراه ده استخدمه بقى يفيدني. بعدها ب 20 سنه ولا حاجه طريفه وجهة يعني. نظر. يعني يعني انا يمكن بعد التجارب ديت اكتر، بعد ما واحد برضو لمس شويه نتيجه، هو بقى مؤمن ان كل حاجه هو بيعملها في يومه هي فعلا ممكن تبقى زرع بيتحصد. طبعا. بيتحصد بعد سنين، هو مش عارف امتى هتيجي الفرصه ان هو يستخدم حاجه زي كده. بس الاهم ان انت هتبقى مستعد وهتبقى في غايه سعادتك لما يكون في ايدك ان انت تستغل الفرصه. مظبوط. وممكن تبقى تعيس وحزين لما يا تيجي قدامك ليتني. فرصة وما تلحقهاش. والأسوأ ان انت في فرص ممكن ما تجيش لان انت مش هتقدر تشوفها، لان انت اوريدي ما اتعلمتش في حاجات مش هتشوفها غير وانت اتعلمت. يعني تخيل ان انت اتعلمت فبقى معاك الادوات، معاك النضارة اللي انت لابسها، بقى معاك الحاجة اللي بتخليك تشوف الحاجة باسلوب معين يعني. فهي دي اللي بتخلق الفرص. فانا عايز اقول مهارات سريعه كده بالنسبه للجيل بتاعنا، يعني اللي هو حاجه استكشف بيها العالم من كده. مهارات الفيلمينج، من تصوير لإيديتنج لجرافيك فوتوشوب، ال 3 دي انيميشنز، حاجات استكشفها، اعرف ان هي موجوده، فكر فيها. ممكن في حاجات كتير ما تعرفش تتعلمها لان هي مثلا بتحتاج اجهزه قويه، بس ما فيش مشكله ان انت ايه تروح تتفرج لك على كام تعرف فيديو، شيء عن كل تعرف شيء. ان هي موجوده. ايوه بالظبط. تعرف ان هي موجوده. مجالات البروجرامينج عموما، عالم البروجرامينج والكمبيوترز هو عالم كبير جدا يعني. استكشف حاجات البيزنس، تمام. لان للاسف دي حاجه مش مذكوره نهائي في مناهج. في المناهج، مع شغلانات كتير جدا بتبقى ريليتد بفكره فكره البيزنس. وبالمناسبه انا عايز اقول ان انا ندمان ان انا ما دخلتش بيزنس في الجامعه عندي. معلش. الحوار. شوف ما علمونيش بقى يعني. انا دخلت الجامعه لقيت شفت اهو، انت البيزنس متاكد فكره المعرفه بتفرق. يعني هتفرق في انا الاختيار. يعني انا لولا ان الباك جراوند كلها بتاعتي عن الجامعات ان هي مش احسن حاجه، وما كانش في حد يرشد مثلا، فما كنتش عارف اختار هل اختار بيزنس ولا اختار كمبيوتر ساينس. فاخترت كمبيوتر ساينس وخلاص. مع اني يعني انا بعيد النظر دلوقتي بقول لا انا اخترت بيزنس، كان ممكن يبقى فيه فرق كبير في النولج كده. بس يعني الحمد لله يعني. دي فرصه ضاعت بقى. دي فرصه. بص انا حزين. انا حزين. مش عايزين حد يحزن تاني. لا لما خلاص بنموف اون اهو بالبودكاست، تمام. وهنظبط الدنيا يعني. انا هنزل كورس السمستر دوت اسمه انترو تو بزنس عشان تقريبا. يعني اخد أيوة. اي حاجه. ما هيبقى دي، ما احنا مش أي بنأكد حاجة. فكره التعلم. نلحق. يبقى انت كان التعليم والتعلم في الكمبيوتر ساينس، اه وهيبقى في تعلم بخصوص البيزنس. يجوز جدا. جدا. ودي بتأكد مفهوم ان ممكن حاجات كتير ما درستهاش بس هتعلمها ببساطه انا فيها جدا. بقى ما عنديش دايما في الناس تقول اللي هو ايه اتعلم حاجات شبه بعضها كده، او اللي هو ايه يا ابني ما تركز في حاجه واحده. انا بقول لا، طول ما انت لسه صغير فلا يعني اللي هو لا جرب اي أكيد. حاجه تيجي قدامك دوس. ما ما عشان تقولش لنفسك لا. طول ما هو صغير فكرة هختبر هدوق. عارف يعني حاجه محزنه. بس معلش بقى ان انت تشوفها. حد من صحابي يعني كنا لسه صغيرين يعني، احنا في ثانوي، فبقول له ما تجرب كده تتعلم البرمجه. فبيقول لي بعد ما شاب نوديك كتاب. ده اللي هو شاب ايه يا اسطى؟ انت في ثانيه ثانوي. يعني هو انت في ثانيه ثانوي يا حبيبي. ايه احنا لسه بنقول لبعض يا اسطى وبتاع، احنا صغيرين مش بنقول لحد يا ازيك يا حضرتك ومش عارف ايه. فايه ورحلة يعني التعلم مش قائمة على سن أساسا. ده في ناس بتغير الكارير نفسه بعد زمن في طويل. مجالات التك مثلا بسمع بشوف ناس بتبدأ تشتغل فيها بعد ال40 او يبقى درس طب ويروح ليه لا؟ للفيلد بتاع التك. فدايما يعني اتعلم وما تقولش يعني اللي هو اتس تو ليت. لا يعني ابدأ دلوقتي. الوقت المناسب هو الآن ان انت تبدأ، يعني بغض النظر انت سنك فين. يعني لو انت لسه صغير عادي شوف لك اي حاجة. انا اخويا دلوقتي مثلا في ابتدائي، فبحاول اعرفه على مجالات الكمبيوتر. هو لوحده عنده خلفيه مثلا عن الفيديو اديتنج. هو اكيد ما بيعملش فيديوهات فانسي، بس هو يعني هو عارف ان في حاجه اسمها الفيديو اديتنج. فممكن في طريقه ما تلمع في دماغه. أيوة تمام. أيوة. بعرفه على فكره مثلا ايه البروجرامينج.
تعالى في بروجرامنج وكده. طب هو بيعمل موقع لوحده؟ لا، هو لسه صغير يعني، مش بس اعرفه بص في حاجه اسمها كذا وكذا وكذا، ده بس واسيبه هو يتذوق. يقعد يدور ويتعلم. تمام. قاعد يتكلم مثلا مع اهلي عن فكره الفلوس، وانا ممكن نستثمر ونعمل. سمع حد بيقول ان هو في ناس بتستثمر وبتكسب فلوس وهي قاعده في البيت، فالفكره لمسته جامد. فقمت انا تعالى بص، في حاجه اسمها محافظ استثماريه، وفي ناس بتستثمر في الذهب، وفي ناس طب خد بص، ده حساب فيك تمام، وفي فلوس فيك جدا انت ممكن تجرب فيها وتشوف انت كأنك ممكن بتستثمر. تشتري ايه، كانك بتستثمر. وتفاعل جدا واهتم جدا. الفكره هو اللي هو ايه، ان انت، انا عارف ان انت ممكن ما يبقاش عندك حد يرشدك، بس يعني اللي هو ايه، اعتقد لو دورت على اليوتيوب باي كلمه لو مفتاحيه رنت عنده في دماغك النية. هتوصل. لو عندك النية هتوصل. احنا عايزين الفكرة المفتاحة تبقى موجودة النهاردة. الفكره ان انت ادور تتعلم، فانت دور على اي حاجه يعني، لو دعبست كده هتلاقي حاجه كتير. هتلاقي حاجه، ودايما هتقدر توصل لحاجه، حتى لو انت مش عارف ايه هي الحاجه دي، بس هتعرف توصل لحاجه. كلام رائع. مستنين بقى مستر كده ايه، قول لنا بقى. بنأكد على فكرة، يعني هنعيد صياغة الكلام اللي انت قلته يا أيمن. التعلم أسلوب حياة. إن شاء الله يكون عنده 60-70 سنة. يمكن قلت مقولة قبل كده، لما حد كان بيقرأ، ما هو كان بيتعلم، مش كان أيوة بيقرأ أيوة. لأجل الرفاهية. في فرق ما بين التعلم لأجل الرفاهية والتعلم لأجل التعلم. التعلم إن أنا بضيف خبرة جديدة، بعيش حياة مختلفة، قد تفيدني في حياتي، تفيدني في شغلي، تفيدني في أي حاجة. فالموضوع بيبقى مختلف تماما. فالنقطة دي اللي هي فكرة، أنا بطور من حياتي. التعلم ده أسلوب حياة، كل يوم بحس إنه مختلف عن اليوم اللي قبله. إن دي طريق خلاص. واللي عايز يتعلم ده حتى بيتعلم من المواقف على فكرة. يعني احنا بنقول كل واحد يدور على مجالات و لغاية ما يوصل لحاجة معينة. الحتة دي أنا حاببها أوي، فبيبقى شاطر أوي في حتة، وفي حاجات تانية أعرف عنها ولو القليل. حتى في إطار المعرفة يقول لك اعرف كل شيء عن شيء، واعرف شيء عن كل شيء على قدر المستطاع يعني. أيوة. فاللي هو ايه، مثلا سي حد متخصص مدرس مادة معينة، انا مدرس انجليش، لكن انا بحب اللغة العربية في اوقات معينة، بحب أيوة. اتذوق حاجات شعرية كده ما تعرفش انت تستخدمها، بس هتستخدم. مش بالظبط. ومش هيبقى مدرس لغة عربية بس، حابب حاجات معينة كده. حاجات تاريخية، في بعض القصص التاريخية كده عالقة في ذهني واستخدمها واسترشد بيها. فاللي هو عادي، خد جرعة من كل حاجة. بس انت لما بتاخد جرعة من كذا حاجة زي ما انت قلت، دقت 20 صنف وكلهم حلوين، بس في صنف معين هو ده انا حابب. فتلاقي نفسك دايس فيه. هو ده اللي انا حابه قوي، سواء في الاطار المعرفي اللي هو في حد بيحب يقرا كتب مجال معين، او في اطار التعلم زي ما انت قلت. حد نزلت برنامج خفيف كده على الموبايل في الايديتنج ومش عارف ايه، وابتدى يجرب مع نفسه. بالظبط. ايه المانع ان انا اطور برنامج مجاني، ممكن اخليه مدفوع بعد كده، اخد ادوات زياده. أيوة. استخدمه. تبتدي بياخد ستيبس كده مختلفه، وبيطور من نفسه. هو نفسه يحس ان هو خبرة التعلم مفرحة بالنسبة له. يعني تشوف الفيديو لا، ده الموضوع ممتع. ممتع، مفيش حد بيتعلم بجد الا وبيستمتع. ما انا بقول فكرة التعلم، هم يعني الطالب بالفعل في طلبة عدوا على خلصوا مراحل التعليم كلها ولم يستمتع، ودي كارثة في حد ذاتها. التعلم لو ما فيهوش استمتاع يبقى فيه اهم نقطة فيه ضايعة. والمفهوم ده لو اتغير، لا انت تاخد تجربة تعليمية رائعة. فيعني احنا بنحاول نقول النهاردة ان انت تتعلم، ويعني احنا قلنا امثله كتير بقى، اللي هو حاجه ممكن تجيب نتيجه بعدين، حاجه ممكن تستخدمها كفرصه تفتح لك باب جديد، حاجات كده. في التعليم هيغير في شخصيتك. يعني مثلا لو قلنا مثلا ان جزء من التعليم هو او التعلم هو قراءة الكتب، فلو رجعت لحلقة القراءة هتلاقي ان الموضوع بيغير في شخصيتك، هيأثر على العلاقات بتاعتك، هيخليك مثلا والد افضل، ام افضل، صديق افضل. حاجات كتير هتأثر يعني هتأثر على جودة حياتك. ممكن تطلع تشتغل، يعني ودي حاجة قليلة يعني، تطلع تشتغل شغلانة كويسة ما تتبهدلش فينا. يعني أغلب الناس بتتبهدل، وأغلب الناس مش بتلاقي شغل كويس بسبب الصدمة اللي بيقابلوها في التعليم. يعني عشان لا زي يعني ايه، هي مقولة مشهورة كده على الميديا اللي هو ايه، لا تدع الدراسة تلهيك عن التعلم. فايه، حتى لو عندك دراسة
حتى لو عندك دراسة وعندك امتحانات وعندك ضغط، ما تخليش التعلم ياكلك قوي. انت محتاج حاجات تانية في حياتك، اذا كانت من نواحي ان انت تتعلم حاجة تشتغل بيها، او من نواحي ان انت تتعلم حاجة تفيد شخصيتك او تأثر فيها. حابب تقول لنا ايه يا مستر اسمت في النهاية؟ زي ما قلنا، فكرة إن أنا في حاجات هتفيدني على المدى البعيد. الحاجات اللي على المدى البعيد حتى لو بعدت شوية أو طولت، أنا استفدت بالاستمتاع في الرحلة. الرحلة نفسها رحلة التعلم ممتعة، والأكثر امتاعا إنك تجني النتائج أو تحصد الثمار بتاعة التعلم. ففكرة التعلم خبرة رائعة جدا، أسلوب حياة لما الواحد يكتسبه هيبقى مش هيعرف يتنازل عنه. أعرف أوصله للآخرين لما أنا أكون عشت التجربة دي، أعرف أوصلها للطلبة عندي، أعرف أوصلها لأولادي، أعرف أوصلها لكل الناس اللي في دايرتي. والناس هتحس بالموضوع ده، مش مجرد كلام. أنت لما تعيشه وتكلمه مع آخر هو هيوصل له جدا وهيكتسبه بقوة، اللي هو ده أنا شايف بابا بيتعلم باستمرار، شايف المستر بتاعي بيقول إيه. فأنت فكرة إنك تكون أساسا شخص مؤثر، فأنت تحاول تتعلم عشان تترك تأثير جوه ذاتك وبعد كده تترك تأثير في الآخرين. فدي نقطة مهمة جدا. التعلم رحلة حياة، رحلة ممتعة جدا، هتغير من طريقة تفكيرك بنسبة كبيرة جدا، ومواجهتك للتحديات كتير في الحياة، سواء تحديات في مشاكل الحياة أو تحديات عمل أو خلافه. فلازم جميل يا مستر. خلاص نتعلم انا لنتعلم. هروح اذاكر كورس البيزنس. فرصة جديدة للتعلم، بس خلاص لابد أن نتعلم. تحياتي.